السلام عليكم صديقاتي، مرحبا بكم في قناه عبد الرحمن لتعليم الكروشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وبقاكم ان شاء الله الفيديو في احسن حال. ما شاء الله غادي نشارك معكم الزواقه ديال اللوايه اللي سبق لي شاركت معكم الشكل ديالها، ديال القندوره ديال العروس اللي كانت بالزواقه ديال اللوايه. بزاف ديال الاخوات اللي طلبوا مني نوريهم الطريقه والشرح ديال الزواقه، فاليوم ان شاء الله غادي نوريها لكم. فغادي توجدوا الحرير النوعيه اللي بغيتو، يد القصبه يد الطرز. فانا دائما كنخدم بالطرز، ولكن كيبقى كاختيار كل واحد فاش كيبغي يخدم. الحرير عفوا الكروشي بالضامه دائما كنخدم بهذا الرقم الرقيق. هانتوما كما كتشوفوا اللي يبان لكم بحال الابره، هذا هو اللي كيزير الخدمه. اول حاجه غادي نعملوا الخيوط على 4، هاد المره غادي نعملوا الخيوط على 4. انا راه قسمته، فبزاف ديال المرات كنت كنشرح لكم كيفاش تلفوا الحرير، فاليوم ان شاء الله غادي نبداو ونوريكم الحرير. وريتكم مره اخرى الطريقه سهله مبسطه ما فيهاش تماره. اول حاجه كما ماشي مشكل غادي نعاود لكم الطريقه ديال كيفاش تلفوا الحرير. هانتوما دابا عندي على 2، غادي نلفوا على 3 هكذا. ها هو، ما غادي يبان لكمش اللون عسلي على سطح العمل، حتى هو في نفس اللون. فغادي نجيب الخيط الرابع، ها هو غنحصل على 4 ديال الخيوط. غادي نبداو بسلسله، غادي نحتاجو 3 ديال السلسلات ونزيدو 3 اخرين، وغادي نرجعو في نفس المكان فاش بدينا، فاش عملنا السلسله الاولانيه. واخا في الاول غيجيكم صعيب، يعني دائما ملي كنبغيو نبداو شي زواقه البدايه كتكون صعيبه ديال الحرير، ولكن غير كنصبروا معها حتى كتكبر. دابا غادي نعمل 3 ديال السلسلات، وغادي نخدموا عمود في وسط عمود، ها هي. وغنعملوا 2 ديال السلسلات بيناتهم ديال الفراغ، ونجي للوسط ونعمر وحده. فهاد الطريقه قبل ما نبدا اللي غنوريها لكم، فغنعمل لكم هذيك الزواقه في نص الطوق. يعني هذيك الزواقه اللي بغيتوها وغادي نشرح لكم اللوايه، ما غاديش نبداوها عاديه، غادي نوريها لكم على شكل النص ديال الطوق. فهذه فرصه البنات بزاف اللي كيبغيو يخدموا كيسقسيوني على النص ديال الطوق، فهذه فرصه كملوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا وتعلموا. تبداو ان شاء الله تنتوما من الاول وتعلموا تعملوا نص الطوق تنتوما. ملي كيتسالى الحرير فكنضوبلوه، عاود كنجيو هنايا كنعمروا جوج ديال السلسله، 2 ديال الاعمده هنا و2 هنايا، هما 5، 1 في الوسط. عاود كنجيو هنايا السطر الثالث، ها هو كنعملوا 2 في وسط بعضياتهم، 2 ديال الاعمده. عاود نعمروا هنا، عاود 2، عاود نجي من هنايا نعمل عمود، ونعمل عاود سلسله، ونجي من هنا عاود ندوبل الاعمده، كنعمل 2 في 1، يعني كيصبحوا عندي 2 ديال الاعمده عفوا هما مع بعضياتهم، ما كاينش الفراغ. غنعملوا نفس العمليه 3 ديال السلسله ونرجعوا لنفس السطر. حتى هذاك العمود كنبقاو نعمروا فيه. هنا الحرير تنتف لي،
هاو كنجيب من هذا العمود هاو نفس العمليه غنعملوها حتى كنطلعوا. هانتوما كما كتشوفوا فكيبدا كيبان الشكل ديال يعني نفس الطوق. كنبداو بهذا البيق هذا وحنا ماشيين، ومن بعد غادي تجي عمليه اخرى كيفاش غادي نبداو الزواقه. دابا غادي نطلعوا هذا الطوق هذا حتى غادي نحصلوا على واحد القياس ونبداو الزواقه. حتى كنبقاو طالعين هكذا، يعني كنحملوا الاعمده في الوسط ودائما كنضوبلوا العمود في الجنب هنايا بحال هكذا. دابا انا غادي نضوبلو هكذا وغادي نبقى طالعه بنفس الطريقه. هانتوما دابا بدا كيبان الشكل ديال الطوق، حنا طالعين حتى كنوسعوها مزيان عاد نبداو الزواقه. ما غاديش تعطينا نبداو فيها. هانتوما دابا وصلت انا هذا الحجم هذا، ودابا غادي نبدا الزواقه. نخليو جوج ديال المربعات وغادي نعمرو هذا الفراغ. غادي نخلي دابا 3 ديال المربعات وعاد نعمر عاود مربعات اخرين. فهذه هي هكذا القاعده ديالها من الاول. دابا غادي نعمرو هاد المربعات هادو. عفوا الحرير ملي كنخدم بالزربه كيخرج لي من يدي.
غنعمرو 3 ديال المربعات. انا ما كنزيرش يدي ملي كنكون كنشرح لكم باش تكون الغرزه واضحه، اما بالعاده فانا يدي مزيره في الخدمه، يعني كنحاول باش يكون الشرح اكثر واضح. دابا ملي كنجيو لهاد السطر هذا غادي نبداو غنخليو 3 ديال المربعات ونبداو نعمرو في مربعات اخرين، يعني نخليو 3 المربعات خاويين ونبداو. هانتوما غنحسبوا 1 2 3 دابا غنبداو نعمرو. فسهله هاد الطريقه هكذا باش نشرحها لكم باش تمشيو بالتفصيل. احنا عملنا 2، غادي نعمرو 3. هنا غادي نعمرو هاد الفراغ. كنكملو حتى هاد المربعات هادو، هاد الاعمده غادي نعمرو عليهم. انا كنحاول كما قلت لكم، كنعاود مكرره، كنخلي الخدمه واسعه غير باش تبان لكم الغرزه. يعني انا ما كنخدمش طبعا بحال كنخلي يدي مزير باش كتجي حسن ونتقون. هانتوما كما كتشوفوا دابا ها هي الزواقه بدات